في عز الليل والجو برد جدا والدنيا ضلمة وساكتة. آدم كان قاعد لوحده في أوضته، حاسس إن الحيطان بتقرب عليه، مخنوق وتعبان. الأيام اللي فاتت كانت تقيلة عليه، مشاكل في الشغل، خلافات في البيت، وحس إنه بقى لوحده، مفيش حد يسأل عليه. مسك موبايله، فتح الواتساب، بص على شات واحد كان صاحبه من سنين، يوسف، بس بقالهم كتير ما اتكلموش. افتكر آخر مرة شافه لما الدنيا كانت ماشية معاهم كويس، ضحكوا وهزروا. لكن أول ما المشاكل بدأت كل واحد دخل في دوامة حياته. قبل ما يقفل الموبايل لقى رسالة جاتله: فينك كده؟ حاسس إنك مش تمام. والمفاجأة، الرسالة كانت من يوسف. آدم اتردد وبص للرسالة وسابها مقروءة من غير ما يرد. لكن بعد دقايق تليفونه رن: يوسف، أنا تحت بيتك، انزل. آدم: أنت بتتكلم بجد؟ يوسف: ما بخرجش في البرد ده غير للغاليين، فما تحرجنيش وانزل يلا. آدم نزل وهو مش مستوعب، ولقى يوسف مستنيه بالعربية وفي إيده أكل وعصير. مفيش أسئلة كتير، مفيش كلام كبير، بس فيه وجود حقيقي. بعد ساعة كان آدم بيضحك للمرة الأولى من شهور، واكتشف إن الصديق الحقيقي مش اللي يظهر في القعدة الحلوة. الصديق الحقيقي هو اللي ينزل في عز البرد عشان يقولك مش هسيبك تعدي ده لوحدك. وساعتها آدم سأل نفسه: يا ترى أنا كنت الصديق ده لحد قبل كده؟ وجهتنا أعماق الذات الإنسانية، وسيلتنا النقاش البناء الهادف، وغايتنا الوصول لبر السلام النفسي. الصداقة رباط إنساني فريد وأساس التفاعل الاجتماعي. الصداقة مش مجرد كلمة بنقولها أو علاقة بتتبني على مواقف عابرة. الصداقة هي رباط إنساني حقيقي مليان معاني الوفاء، التقدير، والاحترام المتبادل. في زمن بقى سريع والناس مشغولة والتحديات بتزيد، بتظهر الصداقة كملاذ، كمساحة آمنة بنرجع لها لما نحس إن الدنيا بقت تقيلة علينا. إيه سر العلاقة دي؟ وليه ممكن نعتبرها حجر الأساس في حياة أي إنسان؟ إيه هي أهمية الصداقة في حياتنا؟ الصداقة مش رفاهية، دي حاجة أساسية لراحة الإنسان النفسية والاجتماعية. اللي عندهم صداقات قوية بيتمتعوا بصحة نفسية وجسدية أفضل، لأن التفاعل الإيجابي مع الأصدقاء بيقلل من التوتر وبيساعد في تقليل معدلات القلق. لما تحس إنك مش لوحدك وإن في حد مستعد يسمعك ويسندك، بيكون عندك قدرة أكبر على تجاوز أي أزمة. من الناحية النفسية، الصداقة بتخلق شعور بالانتماء، وده بيخلينا نحس إننا مش لوحدنا وإن في ناس حقيقيين حوالينا. أما من الناحية الاجتماعية، الصداقة بتقوي العلاقات بين الأفراد وبتخلي المجتمعات أكتر ترابط وتفاهم. طب إيه هي صفات الصداقة الحقيقية؟ مش كل علاقة ينفع نسميها صداقة، في صفات بتميز الصداقة الحقيقية، زي الإخلاص والوفاء. الصديق الحقيقي مش اللي بيظهر وقت الفرح وبس، لكن اللي بيكون جنبك وقت المحن. كمان الاحترام المتبادل، لأن الاحترام هو أساس أي علاقة ناجحة، وهو اللي بيخلي الصداقة تستمر وتكبر مع الوقت. الصراحة والوضوح، طول ما العلاقة مبنية على الصدق والوضوح المشاكل بتتحل بسهولة وسوء الفهم بيقل. كمان التضحية، الصداقة مش علاقة مشروطة، مش لازم كل حاجة تتوزن بالمكسب والخسارة. الصديق الحقيقي مستعد يقدم من غير ما يستنى مقابل. طيب إزاي تختار أصدقائك؟ خلينا متفقين إن الصداقة مش مجرد معرفة، ولا أي حد يدخل حياتنا يبقى صديق حقيقي. لازم نختار بعناية، لأن الصديق ممكن يكون سبب في سعادتك أو في العكس تماماً. وده اللي نبينا صلى الله عليه وسلم قاله: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. عشان كده لازم الصديق يكون
شخص تثق فيه، صادق وأمين ومش متناقض أو غامض، داعم وسند وقت المشاكل، مش مجرد شخص يظهر وقت الفرح ويختفي وقت الأزمات. طيب إزاي نفرق بين الصداقة الحقيقية والمزيفة؟ الصداقة المزيفة بتظهر في وقت المصالح وبتختفي أول ما الظروف تتغير. الناس اللي علاقتهم بيك مبنية على حاجة مؤقتة مش هيفضلوا معاك طول العمر، لكن الأصدقاء الحقيقيين بيكونوا مستعدين يساعدوك بدون أي مقابل، ووجودهم في حياتك مش مربوط بمصلحة معينة. طيب إيه هي دور الصداقة في بناء المجتمعات؟ الصداقة مش بس بين الأفراد، دي كمان عامل مهم في بناء المجتمعات. لما يكون في صداقات قوية بين الناس بيزيد التعاون والتفاهم والسلام حتى على مستوى الدول. الصداقات بين الشعوب بتساعد في نشر قيم التسامح والسلام وتقليل الصراعات. وأخيرا، الصداقة مش مجرد علاقة اتكونت بالصدفة، دي مسؤولية متبادلة وبتحتاج مجهود عشان تستمر. في عالم مليان تحديات، الصداقة كنز حقيقي لازم نحافظ عليه ونقدره. علشان كده قبل ما تنام النهاردة افتكر أصدقائك الحقيقيين وابعت لهم رسالة تقول لهم شكرا إنكم في حياتي. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة. مستنية تعليقاتكم وآرائكم، وقولولي إيه معنى الصداقة بالنسبة لكم. كنت معاكم أنا آية السيد من برنامجكم رحلة سلام. مع السلامة.